بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في خلال نفس المشكلة، وهي مشكلة مستشفى حميات طنطا مع السيدة الفاضلة الأستاذة أمل محمد عبد الحميد، مسؤول الأجور المتغيرة بمستشفى حميات طنطا، وسابقا حاليا موظفة مسؤول أجور متغيرة في التموين الطبي بطنطا. ايه شكواك يا استاذ امل؟ شكوتي ان انا لما زميلي الفاضل الاستاذ هاني بعت فاكسات للوزاره في مصر وتقصى الحقائق وبعتنا الناس وبعت لناس مسؤولين كتير، جه تفتيش من الوزاره، وبناء عن التفتيش طلبني بالاسم بسجلاتي، فطلعت معاهم. طبعا السيده الاولى انكرت بعض الاستمارات وبشهاده التفتيش، وقلت للمفتشه اللي كانت بتفتش من فضلك اثبتي لي ان الاستمارات دي مش موجوده بمحضر رسمي. تمام. لما قلت ثبتتها؟ لما قلت الكلام ده راحت مطلعه الاستمارات من الدولاب. وطبعا التفتيش خد الاستمارات دي وصورها. الاستمارات دي فيها مبالغ مهوله لجميع العاملين بالمشروع، فقط لا غير من عمال وموظفين ودكاتره واداريين. رغم ان انا بشتغل في نفس الشغل ده وانا اللي بسجل الشغل ده، ما كنتش بتقاضى اي ولا اسم ذكر في اي استماره من الاستمارات. واخد بال حضرتك؟ وانا اول واحده اتعرض عليا الشغل ده ورفضت، واخر واحده اتعرض عليا الشغل ده وما زالت برضه بتعرض عليا ورفضت. الى الان بيتم العرض عليك؟ قبل ما امشي قعدت وقالت لي اقعدي واعملي، وقلت لها انت عارفه ان انا اول واحده اتعرض عليا الشغل ده ورفضته، لان انا الحمد لله متيسره الحال، مانيش محتاجه للكلام ده. في ناس ظروفها تعبانه هي اولى مني. تمام. واخد بال حضرتك؟ وبشهاده زمايلي اللي موجودين في المستشفى لحد دلوقتي يشهدوا على كلامي هذا. تمام. طبعا اضطهدتني وبقت تطلع لي عشان انا اثبتت ان انا شغلي صح في دفاتري من واقع الاستمارات اللي هي كانت بتخفيها لصالحهم. واخد بال حضرتك؟ اضطهدتني وطلعت لي 3 قرارات امر مكتبي واعطائي 4 ايام جزء من مرتبي عشان اسيب شغلي وامسك مرتبات التمريض. تمام. واخد بال حضرتك؟ فانا رفضت. ليه؟ لان زميلتها وحبيبتها هي ماسكه مرتبات التمريض، رغم ان هي كانت مكلفه واحده من قبل ما تعمل لي الامر المكتبي بشهر بمرتبات التمريض وكانت شغاله فيه. تمام. فراحت مغيره الامر المكتبي، عملت لي انا مرتبات التمريض، وعملت للي ماسكه مرتبات التمريض امر مكتبي باجور المتغيره. فطبعا انا ما رضيتش، لان انا مش مدان عشان اسيب شغلي. واخد بالك؟ لو ثبت عليا ان انا شغلي غلط وشهاده التفتيش اللي بيجي يفتش عليا من المديريه او من اي جهه حكوميه وانا مسؤوله عن اللي انا ادركته في الدفاتر وعلى مسؤوليتي، لو عليا اي